السلام عليكم. لو عندك مشروع وعايز تجذب العملاء بتوعك زي المغناطيس، لازم تكون بتعمل أبحاث تسويقية أو الماركت ريسيرش. ليه؟ لأن أنت الماركت ريسيرش بتاعك ده هو اللي هيخليك تفهم الناس محتاجة إيه بالظبط، الناس بتدور على إيه، الناس هتشتري المنتج بتاعك ليه. طب هل الناس بتشتري منتجات منافسة دلوقتي ولا لأ؟ لو بيشتروا منتجات منافسة، ايه العيوب اللي موجودة في المنافسين اللي انت تتجنبها فبالتالي تبيع اكتر؟ الناس يا ترى معاها فلوس قد ايه؟ طب عندها استعداد تصرف من الفلوس دي قد ايه في المنتج بتاعك؟ كل دي حاجات موجودة تحت مفهوم الابحاث التسويقية او الماركت ريسيرش. عشان كده لو انت عايز تكون زي المغناطيس فعلا، واول ما تنزل منتج او تفتح مشروع تجذب الناس كلها بسرعة والناس كلها يبقى عندها إقبال على المنتج بتاعك أو المشروع بتاعك، لازم تكون دارسهم كويس وعامل الواجب بتاعك وفاهم السوق قبل ما تنزله. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. السلام عليكم.